جمعني الله وإياكم في روضة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وجمعنا على حوضه الشريف وسقانا بيده الشريفة شربة ماء هنية. اللهم آمين. إني أحبكم في الله. الناس اللي مصممة يمسكوا فيا، أنا بحبكم من كل قلبي، ودايما بفتكر الوجوه لما بكون في الروضة عند سيدنا النبي، وبدأ تاني ربنا يجمعنا صحبة إن شاء الله في روضة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني من هذا المكان ولا يحرمني منكم، وحاول ولا يحرمكم مني، ومش عارف، مش متأكد يعني. فربنا يتقبل منا وصالح الأعمال. حديث اليوم قليل في كلماته، ولكنه يعالج أمر حسب ظني غايب عن كتير جدا مننا. حسب ظني، والله أعلم، خلي بالكم من كلمة ظني دي. حسب ظني إن نحن غايب عن كتير منا المفهوم على الأقل اللي المفروض يكون. الحديث بيقول عن رب العزة سبحانه وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. خلص الحديث. كلمة الظن اتكررت كم مرة؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. اتكررت كم مرة؟ مرتين. مرة بتعالج أمر اللي هو فما ظنكم برب العالمين. وأنا لما نقرأ الحديث كلنا نقول إيه؟ طب إحنا كلنا ظننا بالله خير. هو ده مفهومنا عن الحديث، ظننا بالله خير. احنا أمة سيدنا النبي، وظننا بربنا إنه كريم، وظننا بربنا كله رحمة وكله هنقعد نقول كده. طيب الأول ما نيجي نتكلم على الظن، احنا عارفين الظن معناه إيه؟ احنا فاهمين الظن اللي هو إيه؟ اعتقاد. الظن يجي بمعنى الاعتقاد، ويجي بمعنى اليقين. ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق. يقين، ده يقين خلاص. ويجي بمعنى الشك، ويجي بمعنى الاتهام. شوف كلمة الظن. نقول تاني كلام مهم والله، وأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يجلي صدى القلوب علشان نستوعب الكلام ده والمعاني دي. الظن بيجي بأربع معاني: اليقين، الاعتقاد، الشك، الاتهام. لما يجي الحديث بيقول أنا عند ظن عبدي بي، الظن بتاعنا بقى كل واحد يحط بقى إيه مفهوم الظن اللي كان فاهمه قبل كده، ودلوقتي مفهوم ظنك تحت أنهي كلمة من الكلمات الأربعة. هل هو يقين؟ طبعا كتير هيقول لي طبعا، على طول هيقول لي طبعا يقين. طب الفرق ما بين اليقين والاعتقاد ايه؟ هتقول لي هما حاجه واحده. هقول لك لا، ما هماش حاجه واحده. ما هماش حاجه واحده. اليقين اعتقاد مع التنفيذ. خلي بالك بالله عليك، تاني بكرر اهو، نركز قوي. اليقين اعتقاد مع التنفيذ. اما الاعتقاد هو الفهم مع وقف التنفيذ. طب نشرح عشان بس الكلام يوضح بعض شويه. انت مصدق ان ربنا هو الرزاق؟ هتقول لي طبعا يا عم. دي عقيده ولا يقين؟ عقيده. يقين. ما هو انت حضرتك طبعا انت قلت، ما انا ده هنلاقي الاجابه بص، 3 اجابات: عقيده، يقين، الاثنين. 3 اجابات، وهو ده المقصود. لانه عنده ناس هو عقيده، هو عارف ان ربنا هو الرزاق، لكن مش مصدق.
ما تقولش كده، والله العظيم ما مصدق. عارف ليه؟ لانه لو مصدق مش هينشغل برزق بكره، مش هينشغل. هو بياخد بالاسباب، بيفحت، بيزرع، بيصنع، بيعلم ويكتب وبيربي وبيدرس، يعني بياخد بالاسباب، لكن مش مشغول، ولا العقيده عنده ولا اليقين عنده مجروح بالشك. هو على يقين ان الرزاق هو الله. وده لما يتحد اليقين مع الايه؟ مع العقيده. لما يتحد اليقين مع العقيده. العقيده اذا سرد على الجوارح واصبح هو على يقين، بينام انا مالي وانا لسه صحيت بكره عشان اشغل نفسي بكره. من الذي اغضب ربنا حتى يقسم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. دي عقيده ولا يقين؟ عند اهل اليقين يقين، وعند اهل العقيده عقيده. ولكن متى يكون العقيده يقين واليقين عقيده؟ اذا كانت العقيده تسري على الجوارح ويؤديها كما تنبغي، اصبحت ايه؟ يقين. اما العقيده كمسلم، انا عارف ان ربنا هو الرزاق، انا دي عقيدتي انا العقيده بتاعتي ما فيهاش شك، ولكن تصرفاتي بتقول ان انا فعلا فاهم يعني ايه ان الرزاق هو الله، ولا فلان مديري عنده الرزق واللي هيديني العلاوه واللي هيرقيني واللي هيديني المنحه واللي هيديني المكافاه واللي هيعمل لي مش عارف ايه، ولا اللي هيدخلني في مشروع، ولا هعمل. دايما ساند على حاجه غير ربنا. اذا كنت ساند على حاجه غير ربنا في رزقك يبقى دي ايه؟ عقيده ما هيش يقين. خلي بالك انا ما دخلتش في دايره لا الشك ولا الاتهام، لكن لسه الكلام فيهم. لكن نقطه حساسه جدا لازم نفهمها، وعشان ما اطولش في اكتر من كده نتكلم. الشك بقى، اللي شاكك مع ربنا بقى، شويه مصدق وشويه شاكك، 50-50 عن حروقك. لا انت جبتها منين دي؟ طب اقرا سوره الحج. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير الحمد لله يا رب، الحمد لله اطمأن به، الحمد لله يا رب، أنا مش عارف من غيرك يا رب كنت عملت إيه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ده بيعامل ربنا لا عقيد ولا يقين، ده على الحركرك، ده شاكك. وده اوعى تختبر ربنا، اوعى تجرب مع ربنا، اوعى لو اديتني هعمل، لا، اوعى تقول لربنا كده، ده هيديك فوق دماغك. اوعى تختبر ربنا، اوعى ابدا. بحذر نفسي، مش يعني معلش في شده الكلام، ولكن اوعى تجرب ربنا. والاتهام ده دايره الكفر بقى، ده موضوع، ده سكه تانية. طيب ده الظن الاولاني، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. حطيت نفسك بقى انت دلوقتي في واحد حيرتنا دلوقتي. طب ما انا معنى يبقى ظننا في ربنا كده احنا بنهزر، يبقى احنا بنهزر، يبقى احنا وانا يقين ولا عقيده ولا شاكك ولا وضع ايه؟ طيب عايز تصلح ظنك بربك، لازم 4 حاجات. مش احنا قلنا 4؟ لازم 4 حاجات. الاول تعرف ان مفيش حاجه فرض على ربنا. ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا، حد يقدر يحوشه؟ مش ربنا بيقول كده في القران؟ هو ربنا لو اراد انه يهلك، ومين ده؟ المسيح اللي هم قالوا المسيح ابن الله، اللي ربنا نفخ من روحه في السيده مريم وخلقه بدون اب، عشان كده قالوا ابن الله. وهنبقى نقول لكم بعد كده، احنا عارفين كلنا ان المسيح ابن الله ليه من القصه دي، انه بدون اب. لكن حد عارف العزير قالوا عليه ابن الله ليه؟ هنبقى نقولها بعدين، بس نبقى افتكروا يعني. فترجع تاني هنا نقول ايه؟ عايز تصلح ظنك بربك، لازم تعرف ان ما فيش حاجه فرض على ربنا. مش عشان سيادتك صليت وقلت اشهد ان لا اله الا الله يبقى لازم تدخل الجنه. لا، مش لازم، مفيش فرض على ربنا، لكن ربنا هو اللي فرض على نفسه كده.
هو ربنا إن الله لا يستحيي ذا شيبة من ذا شيبة شاب في الإسلام أنه لا إله إلا الله والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. لكن هو ألزم نفسه. هو ربنا اللي قال اللي هيقول اللي هيؤمن ويوحد بيا ده أهل الجنة، ده هيدخل الجنة. هو اللي ألزم نفسه سبحانه وتعالى، ما فيش إلزام على الله. أدي أول نقطة تبقى أنت عارف. ولذلك لما تعرف كده يبقى مهما عملت من عبادة اوعى تفتكر إنك لك ميزة أو يعني أنت فتوة يعني، واوعى تجب بيها على غيرك او تتمنظر بيها على غيرك بعبادتك عشان انت بتصلي وغيرك ما بيصليش، او ان انت بتزكي وغيرك لا خالص. عليك بنفسك بس. الامر اللي هيؤدي لايه؟ كل ده احنا قلنا 3 مع بعض. الامر الرابع اللي هيؤدي لايه؟ ان دايما على وجل، خايف. صح؟ الايه وبتقول معنى الايه اللي هو معنى الآية اللي بتقول إن أنتوا إن لو مهما عملت الذين وجلت قلوبهم لا اللهم صل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى إيه؟ هو مرعوب. أنا إيش عرفني هو ربنا قبل ولا ما قبلش؟ أنا بصلي بس ربنا قبل. العلم عندك. أنا بزكي بس ربنا قبل. العلم عنده. أنا بأدي لكن يعني ولذلك هنا يقول لك المسلم كالطير أو المؤمن كالطير له جناحين، جناح الخوف من الله والجناح الثاني الأمل في الله، ولا يغلب أحدهما على الآخر، لأنه لو غلب جناح الخوف لوقع في بئر القنوط واليأس. ما أنا الخوف هيزيد، وطول ما الخوف هيزيد هبقى مرعوب، هدخل واقفل على نفسي وهعتزل الناس وهعمل ما فيش كلام ده قنوط ويأس. اما الامل، زياده الامل، لو جناح الامل بقى شغال يا عمك ربنا رب قلوب. ايوه ما احنا عارفين ان ربنا رب قلوب. يا عم يوم الجحيم ربك رحيم. احنا عارفين ان يوم الجحيم ربك رحيم. لكن اذا عشت بكده يبقى انت لا هتأدي بقى وتفتكر هم قالوا نحن ابناء الله واحد. اشمعنى؟ ليه يعني؟ انت خدت ميزه عند ربنا ليه؟ ولكنكم بشر ممن خلق. انتوا ايه الفرق اللي ما بينك وما بين غيرك؟ انت فاهم نفسك احسن من غيرك ليه؟ عشان تبقى ظنك بالله تعرف ان الدنيا درجات ومراحل وبترتقي فيها، ولكنها مرحله تنتقل فيها الى الدار الابديه. ولو انت على يقين في الدار الابديه يبقى هتعمل كده في الدنيا، هتعيش بالجناحين دول، خايف من ربنا وظنك حسن بالله سبحانه وتعالى، وما فيش فرض على ربنا انه يدخلك الجنه. خلي بالك، يبقى انت بتعمل دايما عايش على الامل وحسن الظن في الله. اللهم ارزقنا حسن الظن فيك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار يا عزيز يا غفار.